إجماع تحكيمي على أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، مع تأكيد وجود خطأ من الحكم محمود وفا وتأثيره على نتيجة المباراة. مصدر بلجنة الحكام حكم الفار محمود عاشور طالب باحتساب ركلة جزاء وعرض أكثر من زاوية، لكن محمود وفا رفض بداعي عدم تعمد اللمس، والقرار النهائي من حقه. اتجاه داخل لجنة الحكام لإيقاف محمود وفا بسبب القرار الخاطئ. الأهلي يطلب الاطلاع على محادثات الحكم والفار، ويدرس طلب حكام أجانب لباقي مباريات الدوري. سيد عبد الحفيظ: الأهلي يستحق حقه، وركلة الجزاء واضحة، ويؤكد وجود شبهة في تعيين الحكام مع تقديم شكوى ضد الحكم بسبب تجاوزات لفظية. توفيق السيد: القرار بعدم احتساب ركلة الجزاء هو الأسوأ والأغرب، ويؤكد أن يد لاعب سيراميكا كانت خارج جسمه. ميدو: الأهلي تعرض لظلم واضح، ويؤكد اختلاف آراء بعض الحكام حول اللقطة، بينما الأغلبية ترى أنها ركلة جزاء. طارق يحيى وشيكابالا: اللقطة تستحق ركلة جزاء مع الإشارة لحالة مشابهة لم تحتسب سابقاً. أزمة محمد الشناوي بعد المباراة مع مطالبات بإيقافه، والأهلي يدافع عنه ويؤكد تعرضه لاستفزاز من الحكم. انتقادات لسيف زاهر بسبب توجيه اللوم للأهلي بدلاً من الحكم رغم الجدل التحكيمي. جماهير الأهلي تنتقد مستوى اللاعبين مصطفى شوبير وزيزو ومروان عثمان، وتهتف ضد المدرب لأول مرة. المدرب ياس تورب: الفريق خسر نقطتين بسبب التحكيم، ويعترف بسوء رد فعل اللاعبين بعد المباراة، ويشتكي من سوء الملاعب. أسامة حسني وشريف عبد الفضيل وأسامة عرابي: القرار التحكيمي أضاع مجهود الفريق، والركلة واضحة تماماً. سيد عبد الحفيظ: ينتقد اتحاد الكرة لعدم دعم الأهلي في أزماته السابقة مقارنة بأندية أخرى. ضياء السيد: الفريق يعاني هجومياً ودفاعياً، لكن ذلك لا يلغي أحقية الأهلي في ركلة الجزاء. طلعت يوسف: تصرف الشناوي مرفوض، والملعب السيء ليس مبرراً لفقدان النقاط. محمد بركات وأحمد حسن: فقدان نقطتين سيصعب التتويج بالدوري، والتحكيم أثر بشكل مباشر على النتيجة. عصام الحضري: مصطفى شوبير أخطأ في هدف سيراميكا، وكان يمكنه التعامل مع الكرة بشكل أفضل مع عدم تحميله المسؤولية كاملة.